بعد نهاية المباراة التي خسرها المنتخب الجزائري من 0-2 أمام نيجيريا مساء السبت في ربع نهائي كأس إفريقيا المقامة بالمغرب، شهدت أجواء ما بعد اللقاء توتراً واضحاً على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين. طوال المباراة كانت المواجهة قوية جداً جسدياً وتكتيكياً، مع تدخلات كثيرة من لاعبي الفريقين، وأصدرت بطاقة صفراء لعدة لاعبين سواء من الجزائر أو نيجيريا أثناء سير اللقاء، مما زاد من حدة الشعور بالإثارة مع اقتراب النهاية. وعند إطلاق الحكم صافرة النهاية، بدت ردود فعل لاعبي الجزائر غاضبة ومحبطه من الخسارة، بينما احتفل لاعبو نيجيريا بتأهلهم إلى نصف النهائي. نتج عن ذلك احتكاك ومشادات كلامية بين بعض اللاعبين من الجانبين مباشرة بعد صافرة النهاية داخل أرضية الملعب، وقد كادت هذه المشادات أن تتطور إلى صدام أكبر لو لم يتدخل زملاء اللاعبين والحكام للفصل بين الطرفين. المباراة لم تشهد شجارا كبيرا أو عنفا خارقا، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن قرارات تأديبية من الاتحاد الإفريقي (CAF) بحق أي لاعب على خلفية ما حدث بعد نهاية اللقاء، لكن التوتر كان واضحا وألقى بظلاله على نهاية المباراة. البعض ركز على الأداء الفني وكيف أثرت الأخطاء والضغط النفسي على لاعبي الجزائر. البعض الآخر أشار إلى أن مثل هذه التوترات هي جزء طبيعي من كرة القدم، وخاصة في مباريات الإقصاء الحاسمة. النتيجة النهائية هي تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي لمواجهة المغرب، بينما ودع المنتخب الجزائري البطولة، ما زاد من مشاعر الإحباط التي ظهر عليها بعض اللاعبين بعد نهاية المباراة.